وأنا في السودان الواسع ده يقول لك والله مولانا ما في حل تاني، ما في حل، نمرق كيف تاني؟ معقول السودان ده ينصلح وحاله يمشي؟ ما بيمشي، لأننا لا نثق في الله جل جلاله. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن 3 نفر آواهم المبيت إلى غار، قال فانحدرت صخرة من أعلى الجبل وسدد عليهم باب الغار. ده موت محقق، ما قالوا والله خلاص نحن انتهينا، ما في مخرج تاني. لما انقطعت بهم أسباب الأرض رجعوا إلى أسباب السماء، قالوا إنهم لن ينجيكم من هذه إلا عمل صالح تدعون أو تسألون الله به. لما رجعوا إلى الله مغير الأسباب ومبدل الأحوال انفرج ما كانوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام فانفرجت الصخرة وانطلقوا يمشون. شغل ده داير إيمان ورجوع لرب العالمين بصدق. إبراهيم ربنا إني تركت ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ما قال عشان يأكلوا ويشربوا، أول حاجة العبادة. اتبع التعبد بتاكل. وأن لو استقاموا على الطريقة، لو مشوا على الضرب المستقيم الذي رسمه رب العالمين الحال بمشي. قال أسكنت من ذريتي، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. عبادة. بعد ذلك قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. يا السلام، بعد ذلك بيجي الرزق وبيجي الفتح، ولكن أن نثق في الله ونسأل الله سبحانه وتعالى. ذنون عليه السلام تجتمع عليه 3 ظلمات، موت مؤكد، ولكنه الله مغير الأسباب ومبدل الأحوال. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يغير الله جل جلاله الأسباب ويغير الله عز وجل الأحوال، ولكنه يريد قلبا صادقا يسأله سبحانه وتعالى. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه ماذا فعل؟ فنادى في الظلمات. من نادى؟ أنادى نوح، استعان بنوح من كان قبله من الأنبياء، استعان بإبراهيم. من نادى؟ نادى يوسف ببركة من يأتي من بعد محمد، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده المخرج. موسى عليه السلام فسقى له ماء ثم تولى إلى الظل. من نادى؟ فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هؤلاء هم الأنبياء يعلمون نداء الله سبحانه وتعالى. الصحابة قال إذا انقطع شراك نعل أحدهم يسأل الله أن يعنه على من يصلحه ثم يدعى في السبب. كلام عجيب والله، أخوانا شيء عجيب. القرآن وبها نختم يخبرك بأن الله يرزقك بسبب وبغير سبب وبأضعف الأسباب. استقيم، نتأدب مع الله. حال بمش ما تقول من وين أو تقول من وين. ربنا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. لو انت عرفت من وين ده المحل ذاته، قال لك من حيث لا يحتسب. عشان كده الأنبياء كانوا ينادون في الأمور التي لا تستطيعها أسباب دنيا. قال سبحانه محدثا عن مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. ما شغال أي حاجة، قاعدة ساي. ده رزق من غير سبب ذاته، رزق من غير سبب بأضعف الأسباب. وبالمناسبة رزق من غير سبب وبقوة. قال كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. وإذا أراد الله جل جلاله أن يثبت لك ويخبرك بقوته ويريك آياته، والله يا أخواننا تسمع العجب وترى العجب. لما أراد أن يربي موسى رباه في بيت فرعون، ولما أراد أن ينجي موسى ولد في العام الذي فيه يقتل فرعون الأبناء. شوف قوة رب العالمين. ممكن كان يلدو عادي في السنين ما فيها كتير، ممكن يربي في بيته كان، لكن ربنا داري يوريك
إنه على كل شيء قدير. وبعد ده أمريكا كان ما رضت عنا حالنا ما بينصلح، الدولار ده كان ما نزل، الجنيه ده ما بتقوم لقايمة. بعد ده الله السلامة والعافية. يا ناس يا ناس، ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. يا أخي المؤمن بالاستغفار يأكل يشرب، تأدب مع الله. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. مشكلتك شنو؟ يمدد السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نسأل الله السلامة والعافية. مريم عليها السلام تضع عيسى من غير أب. قدرة الله سبحانه وتعالى لما يخاطب المؤمنين. بعد ذلك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. نخلة وامرأة على وضوع، امرأة ضعيفة وعلى وضوع، تهز بجذع النخلة تساقط الرطب. النخلة دي أهلنا في الشمالية يطلعوا لها فوق وبالحزام ويقطع بالمنشار، تعب شديد. ربنا قال له هزي على إليك بأضعف الأسباب. لكن حالنا الليلة من وين؟ عدم ثقة بالله. والله إذا أردنا أيها الإخوة الأفاضل والآباء الأكارم أن ننجو وأن نفلح، علينا أن نتأدب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى، وأن نتعاون في زمن الضيق وفي زمن الضغط وفي زمن خناق السودان. نتعاون. النبي صلى الله عليه وسلم قال تجد المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ومثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان. وقت الضيق والحوجة يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن احنا الليلة من نعصر يقول لك أظل ناس دي كلها محتاجة ويا مولانا كل شاة معلقة من عصبتها. هو لو قدرت على نفسي ما قصرت، والذات كان ما كفى ناس البيت حرام على الجيران. مولانا والله المشكلة الحكومة بس دار يغش روحه ودار يغني روحه. ولدي دار حديقة الحيوان وجاء يوصف لي كوصف عياني. قال يا أبت إني رأيت مشاهدا لو رآها حليم هناك كالحيران. إني رأيت الذئب يصهر بأسه في نعجة منهدة الأركان، ورأيت ديكا مضخما شبعا ولم يرمي الفتاة لجاره الجوعان. والثعلب المكار يمشي خاشعا متظاهرا بالزهد والإيمان. ورأيت صقرا غافلا وأناثه مفتونة بالبوم والغربان. ورأيت قردا فاسقا متلصصا يرمي لأنثى لدى الجيران. ورأيت للحرباء ألف عباءة لتبدل الأحوال والأزمان. فصرخت أقصر يا بني ولا تزد فتلك حديقة الإنسان. للذئب أرقى من بنو الإنسان فإنهم عاشوا بغير شرائع الإيمان. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويحكم فيه شرعك وكتابك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل لنا في المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا إلى قضائها بيسر منك وعافية. سبحانك ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. وقوموا إلى صلاتكم يرحمني الله وإياكم.